أنا بطبعي ما بحب العلاقات المتأرجحة، هيدي العلاقات اللي هي بتكون مش ثابتة، ومرة بصير معي موقف صراحة كان كتير محير بالنسبة إلي كيف بدي أتصرف. الخادمة اللي عندي أخذت بلوزة إلي من دون ما تخبرني، وقتها كتير زعلت وكان عندي 4 خيارات متاحة قدامي لأتصرف بناءً عليهم. الخيار الأول إنه أحكي معه وأنهي العقد معه، وبهداك الوقت كنت أنا بدي ولد بنتي الثانية ما بقدر أدفع كلفة هيدا الخيار. الخيار الثاني انه انا احكي معها وهي لانه ما عندها ابدا اي سوابق اطلب منها انه هي ما تكرر ابدا هيدا التصرف مره ثانيه. الخيار الثالث انه انا رد على بليس والبس هيدي البلوزه قدامه، طبعا انا بكون هون عم بفتح جبهه حرب انا بغنى عنها بهداك الوقت. الخيار الرابع اللي انا اخذته انه انا كنت خبي البلوزه واستهدي بالرحمن وما اجيب لها سيره ابدا عن هيدا الموضوع، والثمن او الكلفه اللي انا دفعتها انه انا ما البس هيدا البلوزه. المثال طبعا يبدو بسيط ومنه كثير مهم وبخص بلوزه الى ما هنالك، بس انا اللي كنت بدي اقول لكم اياه انه دائما بالحياه وقت ما انتم تواجهوا او تنسحبوا اي خيار او اي قرار انتم بتاخذوه له ثمن او كلفه لتدفعوها، فهذا الشيء بيرجع لكم انتم تحددوا شو الشيء اللي بتقدروا تدفعوه.